الإنسان هو أخطر مخلوق موجود في العالم كله. يمكن تكون في كتير من الأحيان الأسود والحيوانات المتوحشة فيها رحمة أكتر منه. حد فينا يعرف محمد الحلو؟ لا مش الفنان المشهور، بس ما رحناش بعيد، هو يعتبر عمه من نفس عيلة الحلو، بس اللي بتكلم عنه هو محمد الحلو، مدرب السيرك القومي الشهير. كان بيقدم النمرة بتاعته مع 3 أسود، جبار وسلطان، والأسد الثالث كانت أنثى، وواضح إنها كانت وليفة الأسد جبار. الأسد سلطان بقى حب يعاكس الأسد الأنثى اللي معاهم في العرض، فالأسد جبار ضربه. أما محمد الحلو عشان يسيطر على الموقف ضرب الأسد سلطان وعنفه. الأسد سلطان بقى اتضايق وقال هو في إيه؟ هو كلكم عليا ولا إيه؟ طب والله لو أوريكم. وساعة ما كان محمد الحلو بيحيي الجمهور هجم عليه الأسد سلطان وعضه في جنبه وفي ظهره. اتنقل بعدها للمستشفى وفضل فيها كام يوم وبعدين مات. لكن قبل ما يموت وصى على الأسد اللي قتله وقال محدش يقتل سلطان ولا يأذيه. وبعدها تم نقل الأسد سلطان لحديقة الحيوان بالجيزة باعتباره بقى أسد مفترس ولا يصلح للعروض الترفيهية. لحد هنا كويس قوي. الأسد سلطان عاقب نفسه على العملة اللي عملها مع المدرب بتاعه، امتنع عن الأكل والشرب، ومش كده وبس، ده فضل ياكل في نفسه حرفيا لحد ما مات. كان بيقطع ديله ورجله بسنانه، والكلام ده كله هتلاقيه في كتاب رأيت الله للكاتب مصطفى محمود. اهو ده بقى كان احساس الحيوان بالذنب ومحاسبته لنفسه، وده مش اي حيوان، ده الاسد اللي معروف عنه بالقسوه والعنف. تعالى بقى للانسان الطيب الكيوت عشان نعرف عمل ايه بالظبط بدم بارد. سنة 1993 كان في مصور من جنوب افريقيا اسمه كيفن كارتر. الراجل ده خد جوائز كتير قوي عشان صورها لاطفال المجاعات، ومن ضمن الصور دي كانت صورة لطفلة كانت بتصارع الموت، وعلى مسافة مش بعيدة كان في نسر كبير قوي مستني الطفلة دي تستسلم للموت عشان يفترسها، وعلى مسافة أقرب كان واقف المصور الشاطر قوي ده مستني الطفلة تموت من الجوع عشان النسر يخطفها ويطير لبعيد ويصور أهم صورة في حياته، الصورة اللي هتنتشر في كل صحف العالم وهينتشر معاها اسمه. أما بقى في أسبانيا وفي عرض من عروض مصارعة التيران انتشرت صورة لتور وهو بيجري على المدرجات والسكاكين مترشقة في كل جسمه عشان يروح لواحد من اللي قاعدين بيتفرجوا على العرض. الراجل اللي كان رايح له التور ده يبقى صاحب التور نفسه، والتور كان رايح بيستغيث بيه، يعني بيقول له الحقني، الناس دي بتعمل فيا كده ليه؟ لكن اللي التور ما كانش يعرفه بقى ان صاحبه ده اللي بيستنجد بيه هو اللي كان بايعه لمنظمين عرض المصارعه وكمان قبض ثمنه. في الهند بقى عملوا حاجه ابشع من كده بكتير. المزارعين اللي في جنوب الهند بسبب قرب مزارعهم من الغابات ساعات بيتضروا من بعض الحيوانات الاليفه اللي زي الفيله مثلا اللي بتاكل المحصول بتاعهم. في النهايه دي حيوانات ما عندهاش عقل يعني، لكن شوف بقى الانسان اللي ربنا ميزه بالعقل عمل ايه؟ جاب ثمره اناناس وملاها ببارود ومواد متفجره وحطها الانثى الفيل اللي كانت حامل اصلا في الوقت ده، وبمجرد ما اكلت الثمره انفجرت في بطنها عشان تموت بالطريقه البشعه دي هي والجنين اللي جواها. وهو ده الإنسان، أكتر كائن في الدنيا لازم تخاف منه.